بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لكل من يشاهد الفيديو. موضوع الفيديو متاع اليوم هو أنه استحضرنا فترة في الكرة السورية، فترة 2017-2018. أنا نعتقد وأنه المنتخب السوري في الفترة هذيك كان منتخب ممتاز حقيقة. يعني عمر خريبين، فراس الخطيب، ثائر كروما وبرشا ملاعبية كانوا ممتازين جدا. كان قاب قوسين أو أدنى من الذهاب إلى كأس العالم لأول مرة في التاريخ. معناها كان منتخب أسطوري، بالرغم أنه الظروف في البلاد وقتها كانت سيئة جدا، لكن الفريق كان في المستوى الحدث. فاز في مباريات عدة، مباراة شهيرة في كوريا الجنوبية وقتها مع في راس الخطيب وقت الكرة جت على العارضة. أقولها مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين. حرام 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 سوريا تخسر، حرام سوريا تخسر يا ناس يا عالم. فرص في العارضة وانفرادات وحول وحوالي المرمى، كيف تضيع كيف تضيع. مو مكتوبة يا حكيم، مو مكتوبة يا أيمن، مو مكتوبة. هذه لما نقول مو مكتوبة هي مو مكتوبة. قدم السوريون مباراة العمر. يعني الفريق السوري وقتها كان ممتاز، والمباراة اللي لعبوها ضد المنتخب الأسترالي وكرة السومة العارضة هي اللي كانت معناها اللي خلت المباراة هذيك تقعد في الذهن وتقعد في الذاكرة. وخلينا نكون واقعيين شوية، منتخبات كما مثلا منتخبات سوريا، الأردن، لبنان، حسب رأينا ما عندهاش التاريخ الكبير في عالم كرة القدم كسواء العربية ولا الآسيوية ولا العالمية قادرة تكون أحسن. وشوفنا الشيء هذا عند المنتخب الأردني، إن شاء الله نخصص له فيديو. لكن المنتخب السوري في 2017 2018 وفي كأس آسيا 2019 كانت فما أمال كبيرة إنه يواصل بك نفس النهج. عمر السومة والبقية، عمر خريبين، كانت أسماء ممتازة الحقيقة متاع ربي، كانت أسماء على أعلى مستوى. من المفروض كان البناء على الأسس هذيك متاع منتخب 2017 2018 واللي عمل الهوشة هذيك الكل في كأس العالم، في تصفية كأس العالم. كان من الأجدر التحضير وتغليب مصلحة كرة القدم السورية وقتها أنه يواصلوا بنفس النهج للتحضير لتصفية كأس العالم 2022. للأسف ما كتبتش الشيء هذا، وللأسف زاد ما كتبش أنه المنتخب السوري تأهل إلى كأس العالم 2026. منتخب سوريا ديما يبقى منتخب مهم، منتخب لعبنا ضده في كأس العرب ولا كأس العرب 2021 وتلقينا خسارة 2-0 وقتها. نتذكر الأهداف وقتها أوليفر كاسكاو على ما أعتقد، فما ملاعبي كيما هكا اسمه لو كان الإخوة السوريين يذكرون به. و لاعب صهيوني جوسيبا ما نعرفش، فيما ملاعبي كيما هكا معناها ما نعرفش، عنز حاجة كيما هكا. المهم اللاعب الأول نتذكره أوليفر كاسكاو، وقتها نتذكره سجل هدف هافوا من فرجاني ساسي نتذكرها الكل. لكن وقت المنتخب السوري لعب مباراة حرب، يعني مباراة تبين القوة والرجولة متاع ملاعبية المنتخب السوري اللي كانت لحظية يعني وظرفية فقط، يعني جست فك الماتش هذاك فقط وانتهى. يعني بعد كي مشى خاض التصفيات وقت خسر ضد لبنان 3-2 وبعدها خسر ضد الإمارات على ما أعتقد حاجة كيما هكا. فالمنتخب السوري ما قدمش الأداء الوقت بعد اللي
أما قبلها زاد خسر ضد موريتانيا. لكن المنتخب السوري كان منتخب كان ينجم يعمل ما أحسن. نتمنى المنتخب السوري يرجع ونسور قسيون يرجعوا إلى سالف عنفوانهم كما كانوا في 2017 و 2018.